السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، وخا هو ماشي جديد في حقيقة. هذا الفيديو كنت نزلته وكان لقى واحد المشاهدة اللي بدا يعني كيطلع في المشاهدة، ولكن ما عرفتش شنو المشكل. كنتفاجئ بيوتيوب كيحذفوا منه الأرباح، واخا قناتي ما جيباش شي أرباح، يعني داكشي قليل بزاف. يقدر يكون حتى كيفوت العام عاد كنتخلص الحد الأدنى. ومع ذلك بقيت يعني كنستغرب علاش فيديو بحال هذا اللي زوين ومفيد وما قيلش فيه يعني شي حاجة اللي خايبة. كنهضر غير على شنو هو الفوائد وشنو هما المنافع ديال هاد النبتة هادي. ما عرفتش. المهم دابا انا غادي عاودتو دابا وعاودت حطيته وغادي نشوف الى قبلوه عاوتاني راه غادي يبقى، ما قبلوش ما عرفتش واش نخليه بحال هكاك ولا غادي نحيدو ديك الساعه. ما حدوش ليا بالضبط. المهم ما فيهش شي حقوق، ولكن قالوا لي المحتوى ديال الفيديو يعني غير صالح باش نحطه. ما عرفتش واش فيديو يعني فيه عشبة نبتة اللي هي كنتكلم عليها. وهاد البذور هادو اللي كتشوفوا هما شوك الجمل أو الخرشف البري. هاد العشبة هادي هي خاصة للكبد، كتنظفو من جميع المشاكل اللي تيكونوا في الكبد. هذه العشبة كتصلح هي تتخصص في الكبد، تتخصص في الكبد فقط. هذا المكون المضاد للأكسدة الذي يوجد في هذه العشبة السيليمارين، والسيليمارين خاصة بالكبد، هي تحفظ الكبد من تأكسدات الخبيثة من السرطان. وهذه السيليمارين موجودة لدينا في المغرب. هذه الأعشاب برية، جميع الأشياء التي عندها رأس مثل الخرشوف، المغرب نحن نقول الخرشوف وهي الخرفيش، بعض الدول العربية يقولون الخرشوف أو الخرفيش. نسميها هذا يعني الميلك تيستل بالانجليزيه، الميلك تيستل بالفرنسيه لو شاردومات. المهم فاش تجيبوها ضروري خاصكم تنقيوها ومن بعد غادي تطحنوها. وهاد شوك الجمل كيكون فصل الربيع في شهر 4، واللي قادر انه باش يخرج للطبيعة يدي معاه واحد المقص ويقطع النبتة كاملة وياكل هادوك السيقان فيهم الدواء، ويحتفظ بهدوك الوردات يجيبهم للدار واخا فيهم الشوك. غادي ديروا واحد شي لي قوات يكونوا غلاظ وغادي تجيبهم للدار وغادي تحيدوا هادوك الشعيرات ديالها غير بشويه، وغادي تحتفظوا بهم وغادي يبقاو لكم العام كامل، يعني تبقاو تستعملوهم. هنا كيف ما قلت لكم هاد البذور نقيتهم وطحنتهم ودابا كنغربل فيهم، وما طحنتش الكميه كامله، غادي نعمر غير واحد القرعه وغادي نخلي الباقي نحتفظ به حتى نكمل هاد الكميه هادي، ونعاود عاوتاني نطحن هذاك اللي بقى ليا. وهاد العشبه هذه فهي مضاده للالتهابات، كتخلص الكبد من الدهون، كتنقي الدم، وكتعد احد مضادات الاكسده القويه. صافي من بعد ما كملتها في التغربيل غادي نعمر هاد القرعه اللي عندي، وغادي نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي انا ندير ليها وكيف ما كيف ما بغيتو غديروها. وتقدروا يعني تستهلكوها شحال من مره في النهار، تقدروا حتى 3 4 المرات في النهار، ما فيهاش ضرر. غير هي من الاحسن الواحد ما يكثرش واحد الكميه اللي تكون هي كثيره. هناك في عالم الأعشاب هذه خاصة بالكبد، هذه عشبة وحيدة فقط للكبد وليس هناك 50 السيليمارين هذه. والآن تباع هي في أمريكا وأوروبا، تباع ساشيات، هذا يعني على شكل يعني مجفف، وقد تباع على شكل كبسولات وحتى على شكل أقراص. كبسولات هذه السيليمارين، ولكن تكون طازجة يكون أحسن أن يستهلكها الناس. وحتى رؤوس الخرفيش، هذا الخرشوف يعني هذه تطحن مع ماء وتشرب. المهم بالنسبه لطريقه الاستعمال، انا عندي هاد الكبسولات ديال بروبوليس اللي كنت كناخد. كنحتفظ كناخد البروبوليس كنخلطوه مع الماء وكناخد هادو كنحتفظ بهم، ما كنرميهمش.
هادو حيت فيهم الدوزاج. فأحسن حاجة اللي باش يتفادى من اللي يخاف من شي ميكترش ولا شي حاجة، يعبر غير بهادي، اللي عنده هادي يعبر بها. وفي هاد الحالة بحال هاكا يقدر ياخدها حتى 4 المرات في النهار ماشي مشكل، قبل من الأكل ولا من بعد كلشي مزيان، ولكن من الأحسن قبل. صافي غندير غير هاد الكمية هادي، واللي ما عندوش هادو بطبيعة الحال غادير غير واحد راس معلقة وغادي يخلطها. بغيتو تخلطوها مع العسل مزيان، ولكن العسل اللي يكون هو عسل حر تكونوا عارفينه. اما الا كان مغشوش داك العسل وكان فيه غير عارفينه غير السكر، راه هذاك السكر هو كيزيد الالتهاب ديال الكبد. اللي عنده التهاب في الكبد راه ما ياخدش العسل الا ما كانش عارفه حر، حيت السكر هو اللي يزيد في الالتهاب. صافي بغيتو كما قلت لكم تخلطوه مع العسل، بغيتو تخلطوه غير مع الماء بحال هكا وتشربوه. وفاش تشربوه شربوا موراه كاس ديال الماء، حيت هادشي فاش يكون مطحون بزاف تيقدر يلصق كيلصق في الامعاء ولا كيلصق في شي على المعده ولا شي حاجه. من الافضل تتبعوه بكاس ديال الماء يكون نقي صافي. وهادو اللي شفتو معايا دابا هادو الشعيرات ديال هاد الوردة ديال شوك الجمل او هاد الخرشف البري. هذا انا جبته من الطبيعة، خرجت للطبيعة وقطعته وجبته يعني على يدي مضمون. وخليته راه دابا راه شفتو اللون كيفاش تبدل اصلا فاش كتبقى هي واحد المدة يعني كتكرم في برا راه كتلقاوها يبسات. راه كيولي بحال هكا الورد، هذوك الوردة ديالها كتيبس وكتولي بحال هكا. صافي جبتها ونقيتها مزيان من هذاك الشوك اللي فيها، واحتفظت غير هاد الشعيرات. صافي وغناخذ غير واحد الكميه اللي لا باس بها، غير قليله بحال هكا، ونغسلوه بطبيعه الحال. غادي نغسلوه دابا صافي. وغادي نجيب دابا راه غسلته عاد هزيت دابا قطعت ديك اللقطه، هزيت مشيت غسلته وعاد جيت حطيت الكاس ودرت الماء يكون غليان يكون طيب صافي. وغادي نخوي عليه ونخليه حتى كيطلق المنافع ديالو، نغطيه بشي طويسيل ولا بشي حاجه صافي حتى كيطلق اللون ديالو وكنشربوه. وفي الاخير كنطلب الشفاء للجميع المرضى، الله يجيب لهم الشفاء. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه باش تعم الفائدة. وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.